من بعد يومين صافي مشيت بحالي. في الطريق تصادفت مع ديك القوريه، ما دويتش معاها، تبعاتني قالت لي نهضر معاك وسير ديك الساعه. قلت لاش عندك ما تقولي لي يا بنادم، لحتيني في حفره وعطيتيني بالظهر. قالت لي لا خفت عليك وراه الدراري قالوا لي بلي مشيتي مع اختنا عند خونا باش يشوف معاك. قلت لها قاد براسي تميت غادي، تبعاتني. قلت لي راه غيقتلوك هذاك، راه استغلالي، كون ما كانش باغي مصلحته فيك والله ما يعبرك ولا يعطيك وقت. قلت لها اش من مصلحه عنده فيا، وراه صاحبتك اللي داتني عنده. قالت لي راه خرج شحال من واحد على حياته، وهذيك ماشي صاحبتي غير كنعرفها، وهي اللي كتجيب ليه بنادم. قلت لها فوتيني عليك وضرب على هاد الكماره. مشيت بحالي، ولكن ديك الكلمه ديال غيقتلوك بقات كدور ليا في راسي. الليل تاني الرعب والمعاناه. المهم وصل الموعد المحدد، تلاقيت مع اختنا باش نمشيو عند خونا. مشينا تلاقينا معاه، دخلنا لواحد الدار معزوله شويه. المهم دخلنا بثلاثه، قال لي ريح واحد قسمين ونرجع. ناض شويه ناضت اختنا تبعاتو، داز قسمين ها هو راجع جايب الماتيريال الشمع الى اخره. سد الشراجم بقينا مضويين بالضوء ديال الشمع. رسم اللعيبات، قال لي ريح بلا ما تغمض عينيك بلا والو، ريح وشوف في عيني. شويه بدا كيهضر بوحدو، شويه جبد واحد الكتاب، جبد منه واحد الورقه مكتوب فيها شي عجب ومكتوب بالصمغ والدم. الصمغ هي ديك الماده اللي كتكون في الودن. حتى الوسط بيني وبينه بدا يقرا شويه، بديت كنجاوب بواحد اللغه لا يعلمها الا الصحراء ومسخري الجن. المهم غيبت كيف العاده. من بعد هضر معايا قال لي بلي مسكون، وداك الشيء باش مسكون يقدر يقتلني في حاله تقربت من القران ولا حاولت ندير شي حاجه ضده، وما عمرو غيخرج مني الا في واحد الحاله. قلت ليه شنو؟ قال لي خاصك تذبح شي واحد وتجيب لي راسو. صدمني، قلت لي خليني نموت حسن ما قتل بنادم. قال لي راه حياتك هذيك خاصك تكافح على وده، وبلي شي صاحب وقع عليه نفس البلان وقتل شي واحد باش يلبي الطلب ديال داك الجن باش يخرج منه. المهم بقى عليه بهاد الهضره حتى قنعني، ولكن انا كنقول اش من حياه هذه غنشريها بحياه ناس اخرين. خرجت قصدت واحد الكوان من بعيد، بقيت مريح بوحدي كنفكر في هاد الحيره، ودموع الندم كتسيل بحر من عيني. جالس بوحدي كنفكر شنو غندير. ريحت حتى وصلت ديك الساعه ديال العشيه، تحركت بحالي مشيت للدار. جالس كنخمم كنقول الا كاع كنت غنقتل شي واحد شكون هذا اللي غنقتلو. اول ما نطاح لي في دماغي هو ديك القوريه. عيطت لها قلت لها خاصني نشوفك ضروري. قلت لي دوز عندي انا غير في الدار، عايشه غير بوحدها. بدلت حوايجي ومشيت، وديجا عندي واحد الموس صغير للاوقات الحرجه نظرا لوجود ولاد العاهرات في كل مكان من هذا البقعه. سمحوا لي تعصبت. المهم مشيت عندها حلات ليا، دخلت ريحنا كنهضروا شويه، سولاتني على خونا. عاودت لها البلان بلي خونا طلب مني راس مقطوع. صحاب الميطايط كيعرفوا هاد اللعيبه، فاش شي واحد كيبغي يتزعم شي كليكه خصو يقطع راس ديال واحد اخر. هادشي في الدول الغربيه وديجا وقعات هنا في المغرب. المهم عاودت لها الفيلم، قالت لي وشنو غدير دابا؟ قلت لها ما عرفتش. قالت لي تقتل شي واحد. بقيت ساكت، واحد الراس كيقول لي نوض دوز عليها، الشيطان وقت الضيق. شويه قالت لي خونا راه بغى يستغلك، هو باغيك تجيب ليه راس باش يقدر يستحضر الشياطين. وبزات صدماتني، قالت لي هو من عبدة الشياطين. قالت لي شنو درتي معاه؟ قلت لها والو. قالت لي داكشي اللي قال لك كذوب، بغى يديرك قنطره باش توصل لمصلحته. قالت لي سير نتلاقاو غدا ونمشيو عنده. مشيت بحالي جا ليه، كنت في الدار الاخرى خاويه ساكن فيها بوحدي، قلت باش ما يعيقوش بيا الدار. مهم وصل الليل، ريحت نتكا شويه داني الناس. واحد اللحظه حليت عيني في السقف كنشوف شي حاجه بيضة من قوه الخلعه طاحت من فوق السداري، وبلا ما نشعر بديت كنغوت. نط كنجري نشعل الضوء، زلقت كنشوف داكشي جاي قاصدني، شي حاجه قرصاتني في رجلي شدني الضوء وشي حاجه شانقه عليا. ما قدرتش نتنفس حتى حليت عيني في الصباح، لقيت راسي مشير وسط الصالون. دازت ربع ساعه تقريبا، صونات علي الوالده جاوبتها. قالوا ولدي كيف داير لاباس عليك؟ قلت لها لاباس الحمد لله. شويه قالت لي حلمت واحد الحلمه ما قدرتش ننعس الليل كامل وانا خايفه، حسيت بك وقعت لك شي حاجه. قلت لها لا بخير الوالده ما تشطنيش بالك راني بخير. الام كتحس رغم من بعد سبحان رب الخالق اللي ماتت ليه مو الله يرحمها في هذا النهار. غسلت وجهي فطرت وتغديت، ريحت كنتفرج. شويه عيطات لي اختنا الاخرى اللي داتني عند داك المسيحي السحار داك راس الحمار. جاوبتها قالت لي نتشوفوا البلاصه الفلانيه. لبست ومشيت عندها للبلاصه، وانا ديجا داير مع القوريه. عيطت لها قلت لها غنتلاقى مع الاخرى، ما عرفت شنو بغات.
قلت لي سير تلاقى معاه وغنخلط عليك لعندها. وفعلا داكشي اللي كان، مشيت تلاقيت مع اختنا، كنهضروا شويه. قلت لي اش درتي في البلان؟ قلت لها هادشي عادي في نظرك نقتل واحد ونقطع ليه راسو باش نجيبو لهداك ويداويني؟ قلت لي راه حياتك هذيك وراه خصفتني عندك. هو قال لي باش نقول لك تسربي حيت هو ديجا دار موعد مع داك الجن وخاصك تسربي. وبقات كتدخل وتخرج في الهضره. قلت لها وفين غنلقى هذا اللي غنقطع ليه راسو؟ قالت لي نمشيو لواحد الدرب، كاينه واحد الدريه كتمشي مع اي واحد بين قوسين عاهره. قالت لي كتفسد الى اخره، وراه هي اصلا تستاهل تموت، ونيت كتجاهد وراك معذور ونعاونك كاع، نعطيك السوارد ديال اللوكال حتى تقضي الغرض ونجي نعاونك. شويه جات القوريه انا وضعتها معاها، قالت لها باغي نستغلوه باش يجيب لكم راس ديال بنادم. المهم بقات كتعطيها في العصير. اختنا الاخرى سكتات، قالت لها بغيت غير نعاونو. قالت لها لو كان الراس ينفع نقطع راسي انا اللي غرقتو في هادشي ونداويه. جريت معايا الاخرى ومشينا، بانت لي كرمات بالعصاب. وصلتها للدار ومشيت بحالي. في الطريق عيطت لي نمره بريفي، بقات كتصوني المره الخامسه اللي غيصوني جاوبت. دو معايا واحد خونا ما عرفتش واش في الاول حيت ما عندوش مرتي. ديك العاهريه اللي عطاتها لي قال لي غنقول لك جوج كلمات، انت كتعرفني مزيان اش كنسوى ونقدر ندير اي حاجه بلا ما نقرب لك. قلت لي شنو بغيتي من الاخر؟ قال لي غتجيب داكشي اللي قلت لك بالخاطر ولا والله حتى غنصفيها لك انت وديك اختنا اللي عمرات لك راسك. غدا سي شوفها وغتعرف بلي ما كنضحكش معاك. قطعت عليه ومشيت بحالي. عاوتاني الليل عرفت في الرعب ديال ديما، حتى من الدار ولات كتبان لي مسكونه. الضو كيطيح بوحدو، كنسمع شي حاجه ترتات في كوزينه، كنوض ما كنلقى والو. نتخيل خليت الباب محلول، كنوض كنلقاه مسدود. العذاب ديال بصح كيوصل الليل كنتقهر عكس النهار، كنتمنى غير طول النهار. الغد ليه ورا الغدا عيط لديك القوريه ما كتجاوبش، عصات المرات والو ما كتجاوبش. قلت نمشي عندها للدار، لبست وخرجت وتحركت عندها للدار. كندق وكنصوني والو، حتى واحد ما كيجاوب. سولت العساس قلت ليه فلانه، قال لي محال واش كاينه. قلت ليه كانت معايا غير البارح، باش بقى كيدوق حتى عيا والو. بان لي حل واحد ونطلع من لاكاب. قلت ليه جيب لي السلوم انا نطلع. قال لي ما يمكنش حتى يحضر السانديك. مشيت كنقلب على السانديك حتى لقيتو. عاودت ليه البلان بلي اختنا كانت معايا وكانت مريضه، ودابا راه كنعيط وكندق عليها وما كتجاوبش باش يعاوني. قال لي واش نفرعوا الباب؟ قلت ليه جيب لي السلوم انا نطلع من الشرجم. المهم قنعتو، صيفط العساس يجيب السلوم، جابو طلعت دفعت الدجاج برجلي ودخلت. لقيت اختنا منشوره وسط الدار وعريانه والدار كامله مقربله، وداك الكتاب مرمي في جهه وهي في جهه. قلبتها ما عرفتش ميته ولا حيه من قوه الخلعه. الحاجه الوحيده اللي ردت لها البال ان وجهها زرق ومكمش ويديها ورجلها كارمين بحال شي واحد كارم بالعصاب. المهم جمعت داك الكتاب ضربته تحت السروال، هو واحد الحجره راه باقا عندي لحد الان، من بعد نصورها لكم الا بغيتو. المهم جمعت داكشي اللي لقاوها وصحابها سحاره. عيطت لخونا قلت له عيط للامبيلونس، قال لي هزها وهبطها نديوها في طوموبيلتي. وفعلا داكشي اللي كان، لبستها واحد السيرفيت وهزيتها هبطتها وديناها ليرجونس. بقينا كنتسناو شحال شويه. الساندي قال لي نمشي نقضي غرض ونجي. بقيت بوحدي شويه، خرج واحد الطبيب قال لي واش اختك ولا اش كتجيك؟ قلت ليه لا صاحبتي. قلت ليه شنو؟ قال لي راه دابا شويه ولكن خصني نشوف ولي امرها. قلت ليه ما كاينينش هنا. قال لي ولي الامر ضروري يحضر. سولني واش نقدر نضمنها، شفت حتى عييت؟ قلت لي انا نضمنها. شويه قال لي اجي معايا. مشيت معاه لواحد القنج، قال لي راه اختنا تصابت بصدمه وماشي اي صدمه. قال لي واش كتمارس شي حاجه بحال السحر او شيء من داك القبيل؟ قلت ليه لا. شويه قال لي بلا ديجا عندها مرض السرطان على مستوى الدماغ. تصدمت. قال لي خاص يحضر والديها، راه مساله حياه او موت. في غياب والديها خصك تكون الاب والام والصديق، حيت هذا المرض اكثر حاجه كتاثر فيه هي الوحده والعزله، ويمكن يوقع لها نزيف دماغي وتموت في اي لحظه. وانت قلت لي بلي غادي تضمنها. مشى. بقيت مصدوم وحقرب ما تيقتش، بقيت مسمر تما حتى جا خونا سانديك. قلت ليه شنو كاين؟ قال لي راه في راسي بلي هي ديجا مريضه بالسرطان. قلت له انا ما في راسي والو. قال لي هي ما كتقولش لبنادم باش ما يبعدوش منا. المهم خفاف عليه الحمل شويه. قلت له راه الطبيب قال خاص يحضروا والديها ضروري. قال لي يكون هاني انا غنعيط ليهم، ارتاحيش من هذه الناحيه. جا الطبيب عاود ليه نفس الهضره وعاود سولو، قال لي نفس السؤال واش كتمارس شي حاجه بحال السحر او من هذا القبيل. قال لي سانديك لا علاش؟
جابو قال لي راه ختنا تصابت بصدمه، يعني مضروبه بجن، وقال لي غدا خاصكم تخرجوها من هنا. مشينا، قال لي السانديكا جي معايا لدارها. مشينا دخلنا، بقى كيقلب، بغا يتاكد. انا ديجا جمعت داكشي، يعني كنت متاكد انه ما غيلقى والو، ولكن المنظر المقود هو فاش لقى راس ديال المشى في بيته. هنا طاحت من عيني، حيت ما كانت كتخبي عليا والو، وعمرني كنت نصاحب هكا. السانديك زاد شك فيا، قال لي انت مول هادشي، الدريه درويشه وما تقدرش دير هادشي. وقلت ليه راك شفتيني بعينك ما دخلش معايا والو. بدا عليا انت وانت، وحلفت ليه بالله قلت ليه نجيب لك الدراري اللي كتعمر معاهم وسولهم باش تاكد. المهم برأت راسي، قال لي سير غدا اجي نمشيو نشوفوها نجيبوها للدار. مشيت بحالي، عاود تاني عيط لي اخونا في التليفون، قال لي كيف جيتك؟ قلت ليه كيفاش درت راسي ما عارفش. قال لي نوبتك الجايه شويه، قال لي راني كنسخن الجن وكيخدموا مصالحي، ولا ما تيقتيش سول عليا وغتعرف. شويه قلت ليه واخا شنو المطلوب مني؟ قال لي جيب لي داكشي اللي قلت لك. قلت ليه علاش انا بالضبط؟ قال لي حيت انت مسكون وديجا طمعتيني ودرتي معايا كلمه، حتى استحضرت الجن واتفقت معاه، وانت خويتي بيا. وبدا عليا بالهضره، عمرتي واحد شمتني وكنصفيها لبنادم وسول عليا وطاطاطاطا. قلت لي صبر عليا وما يكون غير خاطرك. المهم صدرته ووصل لي وقت الرعب عاوتاني. وتي هنا يكون الجزء الثالث من قصة سالة. نتلاقاو غدا، وكيف ديما ما تنساش لايك سبسكرايب كومنت وبارطاجي مع صحابك، واخا غير 2 ولا 10 ولا 100.